الجمهور يصدم أحمد فهمي ويتوج غادة عبد الرازق بلقب السفاح الحقيقي. خطف الثنائي أحمد فهمي وغادة عبد الرازق الأنظار بدور السفاح في مسلسل سفاح الجيزة وحدث بالفعل، وده اللي جعل الجمهور يعقد مقارنة ما بينهم ومين أدى الدور بشكل حقيقي أكتر من التاني. اختلفت الآراء بين الجمهور على الثنائي، منهم اللي قال إن أحمد فهمي تفوق على نفسه باعتباره إن أول دور ليه خارج نطاق الكوميديا اللي ظل فيه فترة طويلة جدا، وده كان خطورة كبيرة جدا. والبعض الآخر وجد إن غادة عبد الرازق كانت بمثابة الشرار الحقيقي لمعنى كلمة سفاح اللي أدت الدور كما يجب أن يكون وأكتر. ولكن اللي حدث التغيير في وجهة نظر العديد من الجماهير هو التغيير في الأداء التمثيلي للفنان أحمد فهمي في الحلقات الأخيرة من مسلسل سفاح الجيزة، وده اللي جعل الجمهور ينتقده باعتبار إن ردات فعله وتعبيرات وجهه واحدة. واللي زاد الجدل أكتر نهاية المسلسل اللي جاءت بشكل غير متوقع، وده جعل الجمهور يصفه بأسوأ نهاية للمسلسل. وجي ده عكس الأداء التمثيلي الرهيب للفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل حدث بالفعل، واللي وصفها البعض بحوث تمثيل بتعبيراتها اللي كانت في مسارها الصحيح وأدائها التمثيلي اللي كان أشبه بالحقيقة. فتمكنت غادة الدخول إلى قلوب الجمهور من خلال الدور ده، وأصبحت حديث السوشيال ميديا.